اما شانغ طال لاعلى السقف وفتح البوابه لقى ميه البحيره ما نزلتش، وعرف انها فضلت ثابته بفعل واحده من المصفوفات. وبعد ما خرجهم كلهم، واعتقد ان ده حصل عن طريق ان رفعهم واحد ورا التاني في النهايه. وبعد ما خرجوا بره، شانغ عرض عليهم يرتاحوا الليله ويغادروا اليوم اللي بعده. ما عداش كتير والليل كان دخل، واثناء ما هم قاعدين يين قالت له ان في حاجه في رقبته، وهو بعد ما اخد باله قال لها انه كان اتصاب بهاله موصول اللي بتفسد الروح، وطلب منها ما تقلقش لانها هتختفي قريب. خليكوا كلكم هنا وارتاحوا وانا هروح اعمل بعض الابحاث كده. مشي شويه لحد ما دخل جوه كهف، وموصول على طول خرج جزء من روحه من نبته اللوتس التاسع، وذكر ان بعد عشرات الالاف من السنين بقى قادر اخيرا يشوف العالم الخارجي مره تانية. وشكر شانغ جدا على ده. عموما انا لسه غير قابل على تنفس الهواء النقي، لكن مع ذلك الشعور ده مريح جدا. شانغ اتجاهل سعادته وكل حاجه بيتكلم عنها، وساله لو انه بيمتلك طريقه لانقاذ النفوس النائمه. وموصول بعد ما فكر شويه قال له انه مش هيكون في مشكله طالما روح الشخص لا تزال في جسمه، ونبهه ان لو شخص فضل في حاله النفوس النائمه فممكن حد يستولي على جسمه بالخطا. وعرفه ان لو هو عايز يتعامل مع الشخص ده بروحه فهو لازم يمنع جسم الشخص من ان يحسب ان هو نفسه روحه، وده ممكن يحصل بسبب ان النفس كانت نايمه لمده طويله. ولو انت عايز تدخل جوه جسمه عشان تهتم بمساله النفس النائمه فده هيكون معناه ان روحك قويه جدا مقارنه بروحه الضعيفه النائمه. ولو روح الشخص ما اتغذتش على جسمه لمده طويله فممكن يختلط على الجسد، امر معرفته بالمالك الاصلي. وبمجرد اعتبارك انت مالك ليه فانت مش بس مش هتكون قادر على انقاذ الشخص ده، انت كمان هتقتله. وهنا شانغ ساله على طريقه تخليه يتجنب ده. لو عايز تتجنب حدوث ده فانت لازم تقوي روح الشخص النائم لدرجه تخليه يبقى قادر يتحكم في جسمه المادي لوحده، ووقتها محدش هيعرف يستولي على جسمه. وافضل طريقه لعمل ده هي باستعمال اعشاب ايقاظ الروح، فانت منها هتصنع بخور ايقاظ الروح، وبكده فرصه ايقاظك للشخص هتبقى اعلى بكتير. شانغ ما كانش عارف حاجه عن العشبه، وموصول بدا يشرح له. قال له ان اعشاب ايقاظ الروح مش نبات لكنها عنصر خاص محدش يقدر يثقله الا لو اتغذى على روح واحد من اسياد الروح. واما شانغ ساله عن المده اللي ممكن ياخدها في عمل ده، هو على طول قال ده غير ممكن بالنسبه لي، لان زي ما انت شايف انا محاصر داخل اللوتس ومش هقدر اثقل حاجه بروحي الضعيفه. هل تقصد ان ساده الارواح بس هم اللي في مقدارهم عمل ده؟ وموصول اجابته كانت نعم، وفهمه ان كل شخص بينجح في اخراج روحه هيقدر يصنعها، وده لان الطريقه بسيطه للغايه. وبما انك مش عايز تثقل روحك اعتمادا على فن اسياد الارواح. وقبل ما يكمل كلامه اتفاجئ اما لقى شانغ بيقول له انه عايز. ازاي عايز؟ انت صاقل اللي تشي، وبمجرد تدريبك على المنهج السحري في احتماليه كبيره جدا انك هتتخلى عن كل ثقلك. وشانغ قال ما تقلقش، فانا بالفعل اوجدت تقنيه قادره على اخراج الروح من غير ما يكون ليها اي تاثير على الجسد المادي. وطبعا موصول شاف ان ده مستحيل، فهو عارف ان تقنيه خروج الروح تقنيه تم ممارستها لفتره طويله، ده غير ان تم تحسينها وتعديلها من قبل عدد لا يحصى من الاشخاص الاقوياء. ومش قادر يتصور ازاي شانغ في مده قصيره قدر ينشئ تعديل جديد. مش مصدقني؟ خليني اوريك. واتصدم لما لقى شانغ خارج بروحه بره جسمه. وشانغ في سره قال الظاهر ان الروح اللي بتترك الجسد بتقنيه اخراج الروح السماويه هي نفس طريقه السماء الحقيقيه، وطالما المستخدم قادر على اخفاء نفسه فاقوى السحره حتى مش هيعرفوا يشوفوه. وعرف ان محدش هيعرف يشوف روحه الا لما هو يسمح له بده. وموصول بعد ما بص عليه شويه استغرب ان روحه ما فيهاش اي سراب، والنقاط الموزعه على مسارات الطاقه متصله زي ما هي، وكأن الروح لسه مندمجه مع الجسم وما خرجتش منه. وفي سره قال تقنيه خروج الروح العاديه وقت ما بتتم بتقلل من حيويه الجسم المادي، لكن ده جسمه كله مليان بالحيويه وكل نقاط الوخز بالابر نشطه، وكأن الروح ما غادرتش الجسد. دي فعلا تقنيه افضل بكتير من تقنيه خروج الروح اللي بمتلكها. وذكر ان الاسطوره بتقول ان مؤسس فن صقل الروح ليو موزي سرق محتويات الاتشي السماوي فيما يتعلق بالروح السماويه، وده لان كان في عيوب كتيره جدا في المسار، واللي طبعا ادى لظهور الاخفاقات الخمسه. ده كل الاجيال السابقه من اسياد الروح ما عرفوش يحسنوا المسار ابدا، اما هو بالنظر للنهج لعده دقائق طلع لنا بالنتيجه المذهله دي. قدرته وبصيرته هتخليني ارتقي لمستويات ابعد من اللي كنت اتخيلها. سيدي دي قائمه بالطرق اللي درستها وبحثت عنها على مر السنين، ممكن تبقى مفيده ليك. وبمجرد ما الشيء ده وصل لجبهه شانغ حس بيها وهي بتدخل في راسه، وشانغ انبهر جدا من المعلومات اللي حصل عليها وقتها، وعرف قد ايه مهنه اسياد الروح عميقه اكتر بكتير مما هو معروف عنها. استنى، هل انت اللي ابتكر طريقه تقسيم الروح؟ وهو رد عليه معقول اكتشفتها بسرعه؟ فعلا انا اللي ابتكرتها، فهي طريقه بتخليني اقدر اقسم ذاتي لذوات اخرى، فلو نسخه من الروح المقسمه اتدمرت هفضل برضه على قيد الحياه لانها مش هتكون نسختي الحقيقيه. وشانغ انبهر من ذكره لمساله الانقسام، وموصول كمل وقال انا مش بس قادر على تنفيذ انقسام الروح، ده انا كمان بنسخ الذاكره كلها. بعباره تانية اللي بعمله بيعادل اعاده تكثيف الروح، ولو كنت في خطر هتبقى وسيله جيده للنجاه. شانغ من كلامه فهم ان مجموعه التقنيات القويه اللي نقلها ليه ما يقدرش يمارسها في مستواه الحالي، فهو لازم يتقن الروح لاقصى حدودها الاول. وادرك اكتر ان موصول لو ما كانش محاصر في اللوتس وغير قادر على امتصاص الطاقه الروحيه فكان زمانه وصل ل8 او حتى 9 نجوم. عموما خلينا نشوف عدد العيوب الموجوده في المهاره. وبعد ما استعمل مكتبه المسار السماوي عارف من خلال الكتاب اللي ظهر له ان فن تقسيم الروح اللي موصول صنعه شبه معدوم العيوب، وانه هيحتاج كتب اكتر عن الروح عشان يتقن المجموعه دي من الفنون. وبعدها قال خلينا نبص في امر اللوتس الجحيم التاسع. وشانغ قرأ جنين اللوتس ذو 9 ايام بيحتاج انقى قوه عشان يتم تغذيته، وبعد ما نضجه يكتمل بينقي الجسد المثالي. اتضح ان النبته مش اسمها لوتس الجحيم التاسع لكن جنين اللوتس ذو 9 ايام، وعرف ان عن طريقها هيقدر ينقي الجسد المثالي
شانغ بالفعل. اليوم اللي بعد الصبح قال لتشاوفو انه عايز يسالها عن حاجه، وعرفها انه عايز يشتري عشب استعاده الروح، وان كل ما زاد عمره كل ما كان افضل، ولو العشب مش متوفر فممكن زهره الحب الغارق، ويفضل لو عمرها اكتر من 500 سنه، والاهم من ده لازم تكون طازجه، وده لان المجفف او المحمص مش هستفيد منه في حاجه. اتساءل لو انك ايتها الاميره هتعرفي تساعديني. وتشاوفو ما فكرت في اعشاب استعاده الروح وزهره الحب الغارقه، لقت انها ما سمعتش عنهم قبل كده، وقالت له انها تسال والدها عليهم بمجرد ما يوصلوا للقصر. في الوقت ده كانوا وصلوا فعلا، واتنين من الحراس اتعرفوا عليها على طول وحيوها، وهي طلبت منهم يجهزوا فناء نظيف مليان بالطاقه الروحيه لاصدقائها. سيد شانغ انا هاخدك لوالدي دلوقتي. والشانغ عرف طلابه انه هيتغيب شويه، ونبه عليهم ممارسه الصقل اثناء راحتهم وما يكونوش كسلاء. اثناء ما ماشيين في الممر شانغ سال عن سبب عدم وجود حراس في القصر الكبير ده، وهي ردا عليه قالت له ان باباها مش بيحب يكون محاط بالناس، وعشان كده ما حبش وجود اي حراس هنا. غير كده محدش هيجرؤ يتسبب في المتاعب بمجرد ما يعرفوا ان ده هو قصر والدي. في اللحظه دي شافت باباها وندهت عليه، وهو بعد ما رحب بيها جدا واطمن عليها قالت له ان الشخص اللي وراها هو شانغ شوين. والشانغ قدم له التحيه على طول. معقوله شانغ شوين انا سمعت عنك كتير، مش انت اللي بقيت معلم مرموق بنجمتين في اقل من 20 سنه واتحديت جدار مملكه يانو وحليت جميع المشاكل اللي فيه؟ ده غير انك اتممت اختبار صائد الكنوز وانقذت السيد هان وحليت مرض بنت العضال. انت فعلا بطل صغير. والشانغ قال انت بتبالغ في مدحي شويه. ابالغ في مدحك؟ انا كنت مسيطر على التحالف لسنوات عديده وشفت العديد من العباقره، لكن انت قليل جدا اللي بيتمتع بقدرات زيك، ومتاكد انك هنا للمشاركه في مسابقه المعلم المرموق مش كده؟ والشانغ قال له فعلا. عموما اتجمع عدد لا يحصى من العباقره من 27 قاعه، والمسابقه بقى صعب جدا حد يفوز فيها حتى مع موهبتك الرائعه يا شانغ شوين، الا ان خايف اقول لك ان الامر مش هيكون سهل. عموما خلينا ما نتكلمش عن ده دلوقتي، فانت الخبير في الطب قدرت تساعد بنتي، قول لي ازاي اشكرك، انا مستعد اساعدك باي حاجه. والشانغ هو بيتعسر قال له انه لطيف للغايه وان فعلا عنده معروف هيطلبه منه. وهنا تشافو هي اللي اتكلمت. والدي ده شانغ عايز نوع خاص من المواد الطبيه، عشبه تدعى استعاده الروح وزهره الحب الغارقه، وانا ما اعرفش ممكن نحصل عليهم منين بعصبه الامم. وباباها بعد ما فكر شويه في اسم العشبه والزهره قال لها معروف ان زهره الحب الغارقه موجوده من اكتر من 500 سنه ولسه على قيد الحياه، لكني حتى لو عارف مكانها فانا خايف اقول اني مش هعرف اشتريها حتى. والشانغ قال معقوله مش سهل شرائها، اما هو فطلب منه ما يقلقش. اسمع لي وانت هتفهم يا شانغ شوين. في المركز الاول المكان اللي بيحتوي على اكبر عدد من الادويه هو مملكه الحبوب، والتاني هو نقابه الكيميائيين، والتالت نقابه الاطباء. متهيألي ما كنتش محتاج اذكرهم لك، فانت اكيد عارف المعلومه دي. اما المواد الطبيه الموجوده في الاماكن الجافه او اللي جفت بالفعل فنادر تلاقي ادويه طازجه هناك ومستمره على قيد الحياه، فما بالك بقى بزهره الحب الغارقه. وعموما في عده مصادر لاعشاب ملك الطب، والمصدر الوحيد اللي اعرفه واللي بيمتلك قدرات خاصه هو حديقه طبيه موجوده في الجزء الغربي من مدينه ال10,000 مملكه. المكان ده مليان بعدد لا يحصى من الادويه الغريبه، فممكن تلاقي العديد من الاعشاب النادره اللي صعب تشوفها في السوق هنا. ولكن صاحبه حديقه الطب دي شخصيه غريبه الاطوار وغير متعاطفه، فهي مش هتديك الاعشاب حتى لو عرضت عليها المال. فانا نفسي رحت لها وقت ما كانت بنتي مريضه، لكني ما عرفتش اشتري منها اي عشبه. وهنا شانغ ساله ان ازاي بتزرع كل الاعشاب دي من غير ما تبيع منهم اي حاجه، وهو جاوبه انه مش عارف، ده حتى ناس كتيره في المدينه مش عارفين السبب. وشانغ قال له ان طالما ناس كتيره عايزين الاعشاب بس في نفس الوقت مش هيعرفوا يشتروها فكده السيده هتبقى في خطر، لان اكيد حد هيحاول يسرقها. دول حاولوا بالفعل يا شانغ لكنهم فشلوا. فهوفان سيده الحديقه وصلت للطبقه الرابعه من مستوى عالم التحول قبل عمر ال50، وطبعا اسمها صدم الجميع في المدينه. اما دلوقتي فمحدش يعرف مستواها، وخايف اقول لك انها نفسي ممكن ما اعرفش اهزمها. غير ان المكان الخاص بيها بيمتلك تشكيلات قويه، تشكيلات من ذروه المستوى الرابع حطها سيد النقابه بنفسه، وكل الناس اللي حاولوا يسرقوا الاعشاب منهم اللي اتقتل ومنهم اللي اتحاصر قبل ما يدخل. ومع الوقت الناس عرفوا ان المكان اللي هناك خطير ومحدش بيتجرأ يروح هناك. في لحظتها شانغ فكر ان لازم يلاقي طريقه يحصل بيها على عشبه اعاده الروح، وقرر ما يتراجعش مهما كان اللي هيواجهه لاجل انقاذ تلميذه لوتشونغ. وبعد ما ساله عن مكان الحديقه قايل له انه عايز يشوفها، هو وافق وعرفه انه هيبعت معاه واحد من اتباعه عشان يحميه لو تمت مهاجمته. والدي انا برضو عايز اروح معاه، فان كون صاحبه الحديقه ما تسمعلكش ده مخليني عاوز اشوف قوتها بنفسي. وفي سرها قالت انا كنت بتابع شانغ شوين طول الطريق وعارفه انه ما بيستسلمش الا بعد ما يحصل على اللي عايزه، وانا عايز اشوف اللي هيعمله بعد ما يقابل صاحبه حديقه الطب الغريبه. باباها وافق وطلب منهم يكونوا حذرين، ونبه شانغ يتراجع على طول لو هي رفضت. وعموما السيد جيم معاك، وهي ممكن ما تتصرفش معاك بوقاحه لو عرفت انك جاي من طرفي. وعموما لو ساءت الامور هروح لها انا بنفسي وممكن تعبرني المره دي. اللي مخلي والد تشاوفو يهتم بشانغ شوين كده هو لانه الشخص اللي انقذ بنته وشايف انه هيحقق نجاح غير محدود في المستقبل. بعدها بمده صغيره كانوا وصلوا لغرب مدينه عصبه الامم، تحديدا لقريه شيويه. وبعد ما نزلوا من على ظهر وحش النجم الشيطاني، وقبل ما يوصلوا هناك لقوا واحده من الموجودين بتكلم اتنين قصادها، وقالت لهم انهم مش بيبيعوا الاعشاب لغيرهم، وبلطف طلبت منهم المغادره. وبعد ما هما مشوا زعلانين وقبل ما تدخل جين كونغ هاي طلب منها تستنى، وقبل ما يكلمها لقى عربه وصلت. اما هي لان عرفت ان عايز يشتري عشبه اتاسفت له جدا وقالت له انهم مش بيبيعوا الاعشاب. وبعدها بصت للشخص اللي نزل من العربه ندهته بالسيد مو وطلبت منه يتفضل. مش قلت مش بتبيعوا الاعشاب؟ ازاي هو بقى دخل؟ وهي اعتذرت له مره تانية وقالت له ان دي ضيافه خاصه، ضيافه عاملاها السيده هوفان، وللاسف عشان تدخلوا لازم يكون معاكم دعوه ضيافه. وقتها تشافو سالت
سالت شانغ شوين لو ان تطلب مساعده باباها، والبنت اتفاجئت اما سمعت اسم باباها وما سالتهم عن هويتهم. جي كونغ هاي اكد لها ان هي بنته وان شانغ شوين طبيب ومعلم مرموق، وهي ما عرفت ده اعتذرت جدا وعرفت شانغ انه كده مسموح له بالدخول لان السيده هوفان عايزه كل اللي فاهمين في الطب. وبعد ما البنت دخلتهم جوه سمعوا اتنين بيتساءلوا عن سبب عدم قيام السيده هوفان بادخال اي شخص لحديقه الاعشاب الطبيه، فيا ترى ايه سبب استضافتها لينا النهارده؟ وواحد منهم قال انا سمعت ان كارمت روح وريد الارض مريضه وممكن تموت في اي وقت قريب، وانها يمكن مستضيفانا النهارده كلنا عشان نحاول نشوف حل لعلاجها سوا. في الوقت ده السيده هوفان دخلت لهم، وبعد ما رحبت بيهم وشكرتهم على قدومهم قالت لهم انا عارفه ان كلكم عارفين سبب قدومكم النهارده، وما يتهيأليش ان لازم اكلمكم عن مدى اهميه كارمت روح وريد الارض لحديقه الطب بتاعتنا، وانا لان ما عرفتش اعمل حاجه لوحدي طلبتكم كلكم عشان اخد مساعدتكم، وعايز اقول لكم ان الشخص اللي هيتوصل للاقتراح الانسب فانا بتعهد له انه هيكون صديقي المخلص، ولو احتاج اي عقاقير في المستقبل فانا هوفرها له مجانا من حديقتي الطبيه. وكلهم عينيهم لمعت، فما حدش خالص على مر السنين كان مسموح له الحصول على اي عشبه من داخل الحديقه، ولانهم عارفين ان مفيش اي عشبه اتباعت من الحديقه ده جننهم اكتر لانهم عارفين ان الاعشاب هنا عمرها بمئات السنين. والشاب اللي جنب شنغ ما شاف عينه بتلمع حرفيا استغرب من شده حماسه، ما يعرفش ان شنغ بيلهس على الفلوس، وجوه قال هل دي هي نظره الجشع الحقيقيه؟ وبعدها ما السيده هوفان لقيتهم كلهم موافقين خدتهم وراحت بيهم عند كارمت روح وريد الارض، ووقتها شنغ استعمل عين البصيره وشنغ ما استريحش للي شافه، وجوه قال على الرغم من ان المكان مليان بالهاله الطبيه والحيويه الا انه بيديني احساس بانعدام الحياه، الظاهر كده في خطا في كارمت روح وريد الارض. وقتها كلهم انبهروا من حجم النبته وما كانوش متخيلين ان ممكن نبته زي دي تذبل. زي ما انتم شايفين كارمت روح وريد الارض بتحتضر بالفعل، وزي ما حكيت لكم انا جربت طرق عديده وما نفعتش، وجا معاكم النهارده هنا عشان تتوصلوا لحل جيد. اتنين من الاطباء ما كانوش عارفين اللي المفروض يعملوه وحكوا لها ان حاجه زي كده صعبه عليهم، اما التالت فحاول يشجعهم وقال لهم ان في قوه اكبر في الارقام، فكثره العدد احيانا بتاتي بمفعول سحري، وعشان كده السيده هوفان جمعتنا النهارده دايما حل شخص واحد هيكون محدود، فخلونا نفكر كلنا سوا وممكن نتوصل لحل معين. التلاته حكوا لها ان على الرغم من انهم مش عارفين طريقه زراعه كارمت روح وريد الارض الا انهم اتعاملوا مع الاعشاب الطبيه طول حياتهم، وبما ان كل واحد فينا بيمتلك تجاربه الغريبه الخاصه فاحنا ممكن لو جمعناهم سوا نطلع بعلاج جديد، فطالما في داء دايما هيكون في دواء. في الوقت ده شنغ كان قرب من كارمت روح وريد الارض وباستعمال عين البصيره راقب عمليه نمو النبته الضخمه وحللها، وكان مبسوط ان عين البصيره قادره تشوف المشاكل في جوهر النبته على الرغم من انها مش جيده زي مكتبه المسار السماوي. وفي سره قال على حسب اللي عارفه فان موت الشجره اما يكون من ذبلان اوراقها او بسبب مرض او التهام الحشرات ليها، ولكن من اللي انا شايفه مفيش حاجه من الحاجات دي موجوده قدامي اطلاقا، واللي معناه ان كارمت روح وريد الارض صحيه، ومع ان مفيش اي اثر لمرض لكن جسمها عمال ينضح بغازات ميته، والظاهر كده انها مش هتعيش للايام القادمه. في اللحظه دي هوفان اتفاجئت اما لقت شنغ بيقرب ايده منها، ولان سالته بهلع عن اللي بيحاول يعمله هو رد عليها وقال لها انا بس كنت عايز اعرف لو اني هقدر اعالج كارمت روح وريد الارض. هل معقول اكتشفت حاجه؟ ايوه اكتشفت، ولكن هل يمكن للسيده هوفان ان تلقي لكمه في الهواء؟ وقتها حست بالاهانه وسالته لو انه جاي هنا عشان يموت، وهو قال ثقي فيا والقي لكمه صغيره باتجاه اي حاجه هنا. الاطباء الثلاثه انزعجوا جدا منه وبغضب سالوه ازاي اتجرأ على السخريه من السيده. شاغ اتجاهل كلامهم وقال لهوفان انه شايف خطأ في النبته وانه بس عايز يتاكد من حاجه. هوفان كانت عارفه مين هو شانغ شوان، سمعت انه الشخص المشهور وانه الشخص اللي حل 20 سؤال من جدار المعضله، وحست ان يمكن قادر على مساعدتهم فعلا، وعشان كده وقفت واستعدت وفي ثانيه اطلقت هجوم دمر جزء كبير جدا من البوابه، وبعدها بصت له وسالته لو ان ده كفايه. اما هو فقال دلوقتي انا بقيت على درايه بالمشكله الموجوده في الكرمه، ولكن قبل ما ابدا اي حاجه عايز اسالك سؤالي الاول، هل انت خنزيره؟ وكلهم اتصدموا من اللي قاله. وقتها هي نشطت قوتها وسالته يعيد الكلام اللي قاله. كلهم ما كانوش مصدقين انه وصفها بالخنزيره فعلا، وجين كونغ هاي اللي المفروض جاي معاه عشان يحميه سال تشافو عن الوضع دلوقتي وهل فعلا هقدر اقف في وجه قوه الانسه هوفان لوحدي. وتشافو قالت بص انا ما اعرفش مصير شانغ شوان دلوقتي، اما شانغ فطلب من السيده هوفان تسمع له. لو انا مش غلطان فانت كنت بتتدربي في المكان ده مده طويله مش كده؟ وانت بقى عايز تقول ان تدريبي له علاقه بكارمت روح وريد الارض؟ مش بس له علاقه، ده كل اللي حصل بسببك انت. واحكي لكم دلوقتي عن سبب مرض الكارما الروحيه، وهي في الحقيقه مش مريضه ولا فيها اي افات حشريه، وكل اللي حصل هي انها فقدت روحها. وقتها الثلاثه ذكروا ان كارمت روح وريد الارض تعتبر كنز حديقه الاعشاب الطبيه، فمن غير خواصها من المستحيل يتم توزيع العناصر اللي كل عشبه طبيه في الارض بتحتاجها، فكل المواد الطبيه ليها روحانياتها الخاصه. اما بالعوده لشنغ فهو كمل وقال لو انا مش على خطا فالسيده هوفان فضلت تتدرب هنا ل 70 او 80 سنه على الاقل، واكيد حاولت توصلي لاختراق جديد اكتر من مره طول المده اللي قعدتيها هنا، وعشان تحققي ده دمجتي الروح مع الطبيعه عشان يكونوا روح واحده وتتمكني من الاختراق. وانت يا سيدتي ما نجحتيش، وده ما حصلش بسبب نقص موهبتك لكنه حصل بسبب ان روحك متضرره. وقتها سالته ان ازاي عرف كل ده، وفي سرها قالت انا ما حكيتش لاي حد ابدا عن ده، هل ممكن ضربه حظ ولا هو قدر يبصر جوايا؟ اما شنغ رد عليها وقال ما تهتميش ازاي اكتشفت ده، انت عارفه ان روحك متضرره وما تقدريش توصلي لاختراق جديد بسببها، لكنك مع ذلك ما فقدتيش الامل
الامل وحاولتي تعوضي ده بوسائل تانية. وبما انك سمعت ان الاكسير قادر على تعويض فقدان قوتك الروحيه، على طول انشأت الحديقه الطبيه اللي مش بتبيعي منها حاجه، وكله عشان تجددي روحك. عموما الفكره دي جيده، لكنك وللاسف اتخذت الاتجاه الخطأ من البدايه. فلو روحانيه النبات قادره تكمل البشر، كان زمان دلوقتي كل الناس سعداء. وباعتباري معلم مرموق، فانا هقول لك انك قعدتي مع الاكسير لمده طويله وافسدتي كرمه روح الارض بشكل لا يمكن لاحد تصوره. لو انت مش خنزيره، يا ترى ايه اللي ممكن تكونيه؟ وهوفان عجز لسانها عن الكلام. تعبيرها اتغيرت وهي بتفكر انها كانت بتجمع اعشاب كتيره في الحديقه وما باعتهاش عشان تجدد روحها المتضرره فعلا. وهنا حكت انها شافت النهج ده في كتاب قديم وقدرت فعلا عن طريقه تعالج بعض جروحها مع مرور السنين. بتقولي عالجت البعض، ممكن فعلا في تحسن زي ما انت بتحكي، لكنك مع ذلك بعيده كل البعد عن الشفاء الكامل. وعمر الشخص اللي في مستوى عالم التحول محدود، وبالفعل عدى عليكي اكتر من 100 سنه، وعلى المعدل ده هتقدري تعيشي 70 او 80 سنه كمان. وقتها كانت هتقع من طولها، لكن التابعه جريت عليها على طول ولحقتها وسالت شانغ لو ان في طريقه تقدر بيها تنقذ كرمه روح وريد الارض. انت كنت بتتدربي هنا مده طويله، وده اكا روحانيه النبته تماما، ودلوقتي بقت مجرد قشره فارغه من الصعب استعادتها. ولكن مع ذلك في الواقع في حل، لكنه مكلف شويه. طالما هتقدر تساعدنا فانا هديك اللي عايزه، وانا مستعد ادفع اي حاجه. وهو قال يبقى انا هقول لك الحل باختصار، وكله بيتمحور حوالين كلمه واحده وهي التطعيم. وقتها تشافو سالت جين كونغ هاي عن التطعيم، وهو قال لها انه عباره عن انماء فرع او برعم نبات على ساق او جذر نبات اخر، بحيث ينمو الجزئان الملتصقان معا ليصبح نباتا كاملا. وشغل كمل وقال وفي العاده العمليه الطبيعيه دي بتاخد عقود من الزمن، لكن لو عايزه تسرعي العمليه فالسعر اللي هتنفقيه مش هيكون عادي. وهي اكدت له مره تانية انها هتوفر له كل اللي هيقوله. وشاغي طلب منها شتلة دير مالوسيدوم و50 عشبه طبيه عمرهم 100 سنه و10 براميل ميه. وهي على طول قالت للبنت يجهزوا كل اللي قاله. اما شاغي فقال لسه في حاجه كمان، جهزي زهره الحب الغارق، ولو عمرها اكتر من 500 سنه هيكون افضل. ويا سلام لو في احجار روحيه من الدرجه المتوسطه. وفان قالت له انها بتمتلك نبات زهره الحب الغارق، وان في حديقتها حتى ازهار اتخطت في عمرها 700 سنه، ولكن للاسف ما عنديش الا حجر واحد من الدرجه المتوسطه. وشاغي قال لها لا باس، ولو دخلنا جوه ذهن شان هنعرف انه كان عايز الزهره عشان يوقظ الروح. اما الاحجار الروحيه من الدرجه المتوسطه فكان عايزها لاجل عمليه الانعاش. فعشان تنمو روحانيه النبات الضعيفه بسرعه هيكون لا غنى عن الطاقه النقيه المنبعثه من الحجر الروحي ذو الدرجه المتوسطه. واثناء ما كلهم واقفين شاغي قال لهم انه هيستعد، وعرف السيده هوفان انه لازم يكون لوحده، وسالها لو مناسب تخرجهم كلهم بره. اما تشافوا فجواها قالت زي ما هو متوقع من السيد شان قدر يحصل على زهره الحب الغارقه مجانا. بعدها السيده هوفان دخلتهم كلهم لغرفه المعيشه وطلبت من الخدم يجهزوا وليمه للضيوف. شانغ كان سريع جدا في عمليه التطعيم، فهو انتهى منها في فتره زمنيه قياسيه. وفي الاخير وفي نص اليوم وهم ماشيين السيده هوفان ادت لشانغ شوان الاعشاب الروحيه اللي طلبها، وقالت له زي ما اتفقنا اي حاجه في المستقبل هتعوزها هتاخدها مجانا. وشكرته قايله له انه مرحب بيه هنا في اي وقت. وتشافوا لما رجعت لباباها فضلت تحكي له بحماس عن كل اللي حصل، وقالت له انها يوم عن التاني بتعجب بشانغ شوان اكتر واكتر. في الناحيه التانيه بمجرد ما شانغ رجع للمسكن المؤقت بتاعه، بقى دي هي اللي بتزيد قوه الروح وتخليها تنمو بسرعه. واثقلها هو بيفكر ان على الرغم من ان الزهره دي تنتمي لفئه الاكسير، الا انها مش بتتمتع بروحانيه خاصه بيها، لكن مع ذلك قادره تستوعب القوه الروحيه بسهوله. مش هيكون صعب عليا اسقلها مع طاقتي الحاليه. لو تشونغ استنى، فشانغ شوان قادم لانقاذك. بعدها ب3 ايام شانغ كان خلى عشبه الروح تجمع روحانيه من نبات يحتوي على طبيعه روحيه، وقال انها من اول دلوقتي هتاخد قرابه الشهرين من التغذيه الروحيه اليوميه. سيد شان المعلم سوفان والمعلم لي غيونغ جم هنا عشان يشوفوك، بس ازاي عرفوا اني هنا؟ عموما كانوا ذاكروا قبل كده ان وقت ما اجي لمدينه عصبه الامم ان اروح وادور عليهم. وشانغ على طول راح لهم وقابلهم. واما لي غيونغ سالوا لو ان يانج شوان جه للتحالف هو كمان، شانغ قال معلمي ما افتكرش، ففي العاده بيتجول منفردا لحد ما يختفي على فجاه. وجوه قال انا صقلي لسه ضعيف، فلو حد كشف تنكري هنا هينتهي امري. عموما يا شانغ احنا دعوناك قبل كده لمسابقه المعلمين المرموقين، وبتساءل لو ان يانج شوان كان قال لك. معلمي قال لي فعلا، وقال ان لو فزت بالبطوله فانا هحصل على احجار روحيه متوسطه الدرجه، فما تقلقش انا هشارك بالتاكيد. ولين غيونغ في سره قال ده في 28 قاعه معلمين مشاركين في المسابقه، وعدد لا يحصى من المواهب النادره، وكل واحد منهم عبقري بشكل مختلف. اما سوفان فكان بيشاركه اللي بيفكر فيه، وفي سره اتكلم على ان الغرض من احضاره للمسابقه هو فقط للحصول على تصنيف اعلى من اللي حصلوا عليه قبل كده، ومحدش فكر ابدا انهم هيوصلوا لمراكز ال10 الاولى ناهيك عن البطل. وسوفان قال لشان صح ان عصبه الامم الكبرى هي المضيفه للمسابقه، لكن كل اللي السيد كان عايزه هي انهم يحصلوا على مكانه جيده السنه دي. وعموما من بين كل المواهب اللي دعوناهم هيتم اختيار 2 بس للمشاركه في المسابقه النهائيه. وشانغ قال يعني تقصدوا في منافسه مبكره؟ ولين غيونغ قال له نعم، وكل المعلمين رشحوا 6 اشخاص، واللي هيحصل ان كل تحالف من تحالف الامم في كل القارات هيجمعوا في النهايه شخصين بس عشان ينضموا للمسابقه، واحنا خلال شهرين هننمي المختارين فقط. شانغ بعدها سالهم عن موعد بدء الاختيار، ولين غيونغ قال له انه بناء على كلام السيد كان فكان مفروض الاختيار يبدا قبل بضعه ايام، لكنك ما كنتش هنا وحاولنا ناخره، ولكن بما انك بقيت هنا دلوقتي فاحنا ممكن نبدا في اي وقت. والاثنين اتفزعوا ما سمعوا شانغ شوان بيسالهم عن محتويات المسابقه. معقوله مش عارف؟ هل يانج شوان ما قالكش؟ عموما هقول لك على حاجه ضروريه للغايه، ان المقارنه بين المعلمين وتقييمهم لبعضهم البعض هي القدره الشامله للمعلمين المشهورين،
وطالما أن هناك وقتا محددا للاختبار فهذا يخبرنا أن كل مرة ستختلف عن الأخرى، ولكنها في العادة تشمل الحالة النفسية والممارسة والتدريس وفهم للفنون القتالية وإظهار الثغرات. ودلوقتي خلينا نروح لقاعة المعلمين حالا، والمرة دي ممكن سيد القاعة كان يطرح عليك السؤال بنفسه وإجابتك هي اللي هتحدد ترشحك من عدمه.